اقول لكم مثلا من ضمن الحاجات العائليه اللطيفه اللي بتمر علينا احنا كلنا كبنات، يعني هحكي لكم موقف صغير كده وبسيط، ما فيهوش اي عبره ولا عظه، وما فيهوش اي معلومه مفيده، هو بس عباره عن تناقل احداث حصلت لي واعتقد انها بتحصل لثلاث ارباع البنات. وانا حامل في الشهر التاسع، تمام؟ التاسع؟ لا ده كمان في السابع، كنت في السابع. وزني كان ضرب قوي، ما اقولكوش يا خرابي. قلت لكم يا جماعه انا كنت حاجه و80 كيلو. يعني ايه بقى الدلدله والرهرطه واللغد، ايه ما اوصفلكوش. رجلي ما كانتش بتشني من على الارض، كان بيجي لي مش عارفه حاجه اسمها زلال ولا زلام ولا وات ايفر، يعني رجلي مش خلاص ما بقتش قادره تستحملني ولا قادره تشيلني. جات لي واحده من قرايبنا تزورني، تطمن عليا، توسيني، تشد بحيلي، تديني دراعها، فانا امسك دراعها وتشدني من شهور العذاب اللي انا فيها. تقوم المرة تقول يلا بقى طلعي بقى كل الهدوم اللي عندي دي عشان خلاص هي مش هتخش فيكي تاني. انسي يا حبيبتي، احنا اللي عندنا بتدخن في العيله مره ما بتخسش تاني. يلا بقى قومي طلعي كل الحاجه اللي عندك، يلا قومي الجواكت بقى والهدوم كده والحاجات الصغيره اللي بتاعت العيال اللي انت كنت بتلبسيها دي، خلاص يا حبيبتي مش هتخش فيكي تاني. هي دخلت ورجعت 50 كيلو بلبس اكس سمول. سامعاني وشايفاني؟ رجعت ولبستها تاني. يا صرب